ضحايا عدد كبير من موظفي المصالح الحكومية والخاصة وعدد من النقابات العامة والمستقلة تجمعوا في ميدان الشهداء حول منصات صور الضحايا. المزيد من التفاصيل أحمد الجمال مراسلنا من بورسعيد يطلعنا على المزيد من التفاصيل. أحمد برحب بيك، وإيه الأخبار بالظبط واللي بيحصل عندك؟ اهلا بيك شريف. لليوم العاشر على التوالي في بورسعيد استمر اهالي المدينه ببورسعيد في اعتصامهم وعصيانهم المدني لليوم العاشر على التوالي، مؤكدين مطلبهم الرئيسي والوحيد، وهو الاعتراف بان ضحايا 26 من يناير الماضي لابد وان تعترف بهم القياده السياسيه بانهم من شهداء الثوره. وبرغم موافقة مجلس الشورى على عودة العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد، إلا أنهم أكدوا مجددا أن مطلبهم الرئيسي هو احتساب ضحايا 26 من يناير كشهداء ثورة. وتضامن مع أهالي بورسعيد عدد كبير والمئات من الموظفين من أماكن ومصالح حكومية مختلفة، وعدد كبير أيضا من النقابات المهنية والعمالية في بورسعيد. وقرر محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله إطلاق أسماء شهداء بورسعيد على عدد كبير من شوارع بورسعيد ومدارس بورسعيد. الوضع الآن في بورسعيد أن مجموعات كبيرة تتواجد الآن في المكان الذي ننقل منه الرسالة الحالية على الهواء مباشرة أمام الديوان العام لمحافظة بورسعيد، وفي ميدان وتحديدا في ميدان الشهداء الذي يتجمع فيه المئات بشكل يومي للمطالبة بالقصاص لشهداء بورسعيد وتحديد القتلة وتقديمهم لمحاكمة عادلة. الأهالي في بورسعيد يؤكدون أن المطلب الرئيسي والوحيد هو القصاص من قتلة أبناء بورسعيد واعتبارهم من شهداء ثورة كمثيلهم الذين تم اعتبارهم شهداء ثورة على مدار الأيام الماضية. أود أن أقول أيضا شريف أن اليوم هو أول يوم في استئناف العمل بالمنطقة الحرة للاستثمار، حيث فتحت أبوابها صباح اليوم وتم دخول أكثر من 35 ألف عامل، منهم 8,000 عامل من خارج بورسعيد. تم الانتظام اليوم فقط منذ الصباح الباكر في العمل في المنطقة الحرة للاستثمار. بالنسبة لهيئة مواني بورسعيد، ميناء بورسعيد شرق، ميناء شرق بورسعيد يعمل كما صرح لنا اللواء أحمد نجيب شرف رئيس هيئة مواني بورسعيد، يعمل بطاقة 70% من طاقته الكلية. أما ميناء غرب بورسعيد وحركة تداول الحاويات هناك فتعمل بطاقة 100%، وهناك 8 سفن. واستقبل ميناء بورسعيد الغربي السفينة دينيس روسز التي تأتي على الخط التركي، وكان عليها 345 سوري و6 أشخاص من جنسيات أخرى. الوضع في بورسعيد يتجدد وتزيد الأعداد للانضمام للعصيان المدني. بالنسبة للأعمال، هناك عدد كبير من الموظفين يغادروا مكان وظيفتهم في 10 صباحا وينضموا إلى الاعتصام المتواجد بشكل كبير في ميدان الشهداء. التجمعات هنا في بورسعيد، التجمع الأول والأكبر هو في ميدان الشهداء أمام الديوان العام لمحافظة بورسعيد. التجمع الثاني أمام قسم الشرطة الرمزي الذي صنعه شباب أول العرب ببورسعيد، يعني كمحاكاة لأقسام الشرطة الحقيقية. هذا هو التجمع الثاني. والتجمع الثالث مجموعة من الشباب تقف أمام الهيئة العامة للاستثمار التي تضم أكثر من 60 مصنع. أحمد، إيه رد الفعل على زيارة الرئيس المرتقبة لأهالي بورسعيد ومدينة بورسعيد، بالإضافة إلى رد الفعل بشأن مسألة القضاة المنتدبون للتحقيق في حادث الاعتداء وسقوط ضحايا من أهالي بورسعيد وشهداء؟ أهالي بورسعيد المحتجين أمام ديوان عام محافظة بورسعيد وميدان الشهداء رفضوا الحوار الذي قاله الرئيس محمد مرسي، ورفضوا يعني عدد كبير منهم لم تلاقي دعوة زيارة بورسعيد من الرئيس محمد مرسي قبولا لدى الشارع البورسعيدي، قبل أن يوجه خطابا خاصا إلى شعب بورسعيد
يعتذر فيه عن الإهانات التي يوجه فيه رسالة إلى محافظة بورسعيد وأهالي بورسعيد ويعتذر لهم عما بدر من بعض وسائل الإعلام لإهانة الشعب البورسعيدي. هذا أولا، وثانيا اعتبار كل ضحايا 26 من يناير في بورسعيد هم شهداء ثورة كما تم التعامل مع غيرهم. قالوا أن ذلك من الممكن أن يهدئ من عملية الاحتقان التي تزيد في بورسعيد يوما بعد يوم لتجاهل هذه المطالب الرئيسية. كما قالوا أيضا أن موضوع المبالغ المالية التي تقدم لأهالي الضحايا ليس عندهم في المرتبة الأولى على الإطلاق، ولكن هم أكدوا أن المطلب الرئيسي هو إعادة كرامتهم التي أكدوا أنها يعني لابد أن تلاقي المقام الأول لدى الرئاسة ولدى القيادة السياسية في مصر. قالوا أن الاعتذار هو المطلب الأول، والمطلب الثاني اعتبار ضحايا 26 من يناير سواء كانوا أمام محيط سجن بورسعيد أو في منطقة نادي ضباط الشرطة أو حول محيط قسم شرطة العرب. قالوا أن لابد أنهم يعتبروا من شهداء الثورة. هذه هي مطالب. بشكرك جدا أحمد الجمال مراسلنا من بورسعيد، أوضح لنا الصورة بالتفصيل. شهد ميدان التحرير اليوم حالة من الهدوء الحذر مع توقف الحركة المرتدة